السلام عليكم. صباح الخير على المشاهدين ديالنا. اليوم غادي نوريكم اللفعة مولات القرينات كيفاش كتبيض وكيفاش داير البيض ديالها. سبحان الله العلي العظيم. وهاد العملية راه كتكون عندها صعيبة باش تبيض. كاين بعض اللفعات اللي كتبقى مبلوكيه ليهم هاد البيضة وكيموتو كاع. وهاد البيضة باش يبقى سبحان الله العظيم باش يبقى الجنين ديالها، باش يبقاو ديما هاد مول القرينات. هادي هي اخطر لفعة مولات القرينات. هاد الضربة ديالها واعرة. ها انتوما شوفوا سبحان ربي الأعلى. خلقنا من كل شيء زوجان. شوفوا نتايا مسكينة كيفاش كتبيضو، كيفاش الولاد ديالها كيخرجوا من هاد البيضة. وهاد الأفاعي راه تا هما خلقهم الله باش ينقيو الطبيعة، باش يقضيو على الفيران سبحانك ربي الأعلى. لا إله إلا أنت. سبحانك ربي الأعلى. ها انتوما شوفوا البيضة ديالها قداش. عندكم شي واحد يكون خارج فشي غابة ولا فشي حاجة ويلقى هاد البيض ويشدو يطيبو، داير بيه الموملات. داير البيض ديال الحناش. شوفوا الطول ديالو كي داير. وفي الحقيقة بيضة ولا جوج تغدي كيب، ولكن راكم غادي تاكلو وليدات اللفعة مولات القرون. ما تخرجش لك شي لفعة في كرشك تا في المصارم ولا في الأمعاء ديالك. شوفوا ولا لقيتو بحال هاد البيض خارج المدينة ولا في الغابة ولا كنتو خارجين في الربيع ولا ما تاكلوش، ما توصلوش ليه. بيض طويل. ها انتوما شوفوا هذا راه بيض ديال اللفعة. شو هاد الاخر تا هو كيشبه البيض بيبي. عندكم تغلطوا تصحبوه ديال بيبي وتاكلوه غيوقعوا لكم المشاكل. شفتوا تبارك الله قداش البيضة. كون كانت بيضة ديال الدجاجة قد دكا جوج بيضات يوكلوا عائلة كلها. سبحانك ربي الأعلى. لا إله إلا أنت. هذاك لا شريك لك. ها انتم هذا راه البيض ديال الحناش. شوفوا البيض. دابا لقيتوه فشي غابة ولا فشي حاجة وياكم تاكلوه. شتيه دايره في واحد المزرعة. وغادي يهزهم يديهم حتى يفقسوا. شتو ها هو فين حطو.
العبايد ديال الحنش ديال الفعمورات القرينات اللي ما عمرو شاف البيض، قالوا هاد الشباب ديالنا كنتو خارجين ولا مخيمين فشي غابة ولا كتنزهو فشي غابة ولقيتو هاد البيض ما تاكلوش، ما توصلوش ليه، دار البيض ديال الفعال اللي عندها القرون. نوقفوا لهاد الحد ولا فيديو اخر ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو شاركوا وديروا الجيم وشاركوا معنا في القناة، وشكرا للجمهور ديالنا، والى اللقاء. كان معكم مولاي الكازاوي.